تعالوا بقى بينا نعمل بقى البطاطا حبيبة الملايين، حبيبة الشتا دي اللي مفيش حد بجد ما بيحبش البطاطا. هنعملها النهارده بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وبجد مش هتاخد منك نص ساعة على النار. تعالوا بقى نشوف مع بعض. مبدئيا كده اول حاجه صلي على النبي في الكومنتات، وبجد ادخلي كده خدي جوله في القناه، ان شاء الله هتستفيدي منها وهتعجبك جدا. عايزين بقى نكبر القناه، هعمل لكم بجد افكار مفيده جدا جدا، وبصوا حاجات يعني هي المنزليه، وهنعمل يعني افكار حلوه قوي قوي هتسهل عليكي حياتك اليوميه. بصوا زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم الفرشه دي قمر قوي قوي. بغسلها كده زي ما انتم شايفين، البطاطا ما بتاخدش دقيقه. هنا بقى يا حبايبي بعد ما غسلتها بقى وخليتها كده زي القشطه، غسلتها بالفرشه. عايزه اقول لكم الفرشه دي ممتازه جدا جدا، فطبعا بتبقى حلوه قوي في غسيل البطاطا وحاجات كتير طبعا. زي ما انتم شايفين كده بقى، هجيب بقى الحله، وهجيب بقى ورق، اي ورق بقى نضيف طبعا عندك. طبعا انا ما كانش عندي وقت وما كانش فيه بصراحه ورق زبده، انا بعمله بالورق الزبده او بالجورنال، بتبقى حلوه جدا. فطبعا الجيش بيقولك اتصرف، يعني مش عشان خاطر ما فيش مثلا ورق زبده ولا لا ما اشتغلش، لا طبعا هعمل، وهعمل احلى اكل كمان. بصوا بقى، هجيب البطاطا زي ما انتم شايفين كده، هحطها كده ارصها بالشكل ده. اهم حاجه بس الاول احط ميه، احط ميه كده على الجورنال، على الورقه، على الورقه كده. بصوا عايزه اقول لكم اقسم بالله مش هتقعد معاكم نص ساعه، البطاطا هتبقى دايبه دوب، وهتبقى بجد طعمها تحفه جدا جدا جدا. هرصها بقى كده بالشكل ده. عايزاكم بقى يا حبايبي تخشوا كده تاخدوا جوله بقى في القناه ان شاء الله هتكبر، يعني عايزاها تكبر بيكم كده وهتعجبكم جدا جدا. بصوا حطي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ هحط مكون واحد بس، مكون واحد. بصوا انا بس مش عارفه اتملك من التليفون خالص. بصوا هحط بقى كده ايه، شويه سكر. عايزه اقول لكم بجد بتتكرمل وبتبقى طعمها تحفه تحفه تحفه، فبجد طعمها بيبقى حلو جدا جدا. وطي بقى عليها النار. تمام، انا مش هحط طبعا السكر كله، حطيت كده حوالي يعني ربع كوبايه سكر. هوطي بقى طبعا عليها النار بقى، واسيبها بقى ايه يعني تستوي بقى على مهلها، مش هتاخد معاكم بجد نص ساعه. جربوها. طبعا انا هغطيها وهوريكم بقى شكلها بعد ما تستوي يا خراشي على الجمال اللي هتشوفوه بقى. بصوا يا حبايبي، نسيت اقول لكم حاجه طبعا، انا نسيت دي تمام. فاهو كده، عايزه اقول لكم ان انا نسيت لازم تغطيها كده بورق. تمام، لازم تغطيها كلها كده، عشان طبعا البخار بقى، البخار ده هو اللي بيسويها. تمام، هغطيها برضه بورقه ثانيه اهو بالشكل ده. هتستوي بقى وهوريكم بقى شكلها. بس تعالوا بقى نشوف البطاطا القمر الجميله دي، بطاطا الحله المشويه. عايزه اقول لكم مش هتاخد منكم نص ساعه وهتكون استوت بجد تحفه جدا جدا ودايبه بسم الله ما شاء الله. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد طعمها حلوه جدا، وكمان متكرمله وطعمها مسكر جدا. يعني لو عندك بطاطا كمان دلعه يعني مش مسكره، فهتحط ترش عليها السكر، بجد بتبقى طعمها اللهم بارك تحفه جدا جدا، وطريقتها سهله وبسيطه. ادخلي بقى على القناه هتلاقيها في على القناه ان شاء الله، وهتقدري بقى تنفذيها. متنسيش بقى اللايك. بصوا بقى يا حبايبي بقى شكل البطاطا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكلها تحفه جدا جدا، يعني تتاكل بجد، يعني مش هتقدري تستغنى عنها، مش هتبطلي اصلا تعملي الوصفه دي. بصوا انا ممكن كمان كنت اسيبها عن كده، بس خلاص يعني الولاد بقى مش قادرين يصبروا اكتر من كده. بصوا ما شاء الله هي استوت جدا. بصوا، بصوا شكلها بقت دايبه خالص خالص. فطبعا خلاص بقى يعني ايه، مش هسويها اكتر من كده. انا بحب بصراحه هريها خالص، يعني اللي هو بتبقى بصوا يعني بتبقى مهريه كده، فاهمين؟ بس بقى يا حبايب قلبي، ده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب بقى الفيديو كده يكون عجبكم، وقدرتوا بقى ان انتوا تستفادوا منه. عايزاكم بقى تشجعوني تحت في الكومنتات، وتعملوا بقى لايك للفيديو، تقولي رايكم طبعا، لان ده هيشجعني جدا ويحفزني، خليني انا بقى ايه اقدم لكم وصفات حلوه ان شاء الله. بس